نجوى محمد أحمد. والله أنا أصلي من الربيعات، مجوزة بتل الورد، عندي 3 أولاد وبنت. قبل النزوح كانت حياتنا مستقرة، يعني بالعكس كنا مرتاحين وكنا مبسوطين. فجأة صار النزوح وطلعنا، يعني شفنا عذاب كثير مو شوي. يعني طلعنا وقعدنا عيل مع بعض ببيت واحد بغرفة واحدة، تعذبنا كثير مو شوي. اضطرينا نرجع ليه يعني نفس المكان، يعني طلعنا منه من وراء الأوضاع الصعبة. يعني بالأحرى يعني شفنا شغلات كثيرة مو شوي. يعني طلعت من تحت الضرب، يوم ليلة طلعنا نزحنا، حتى كنت حامل سقط ذيك الليلة. اي والله على 4 أشهر، حتى دخلت المشفى من كثر ما يعني تعذبنا وشفنا عذاب يعني بالطلعة. واحنا صايرين يعني تل الورد، يعني ما نقدر نرجع يعني من الضرب. يعني قاعد يوميا ضرب، يوميا ضرب، شنو نرجع؟ يعني واحد مشكلة شيء ما يسولف ما يوصل للشيء الواقع اللي شفناه. مثل ما قلت لك رجعنا عشان نعيش، لا أكثر ولا أقل. وحتى وصل لي عندنا الضرب، يعني من فترة مشروعنا انضرب هنا. اي والله انضرب مشروعنا. أنا ما عندي غنم، عندي نعشتين وماتن. اي والله ماتن وقت الضرب. حتى ليلة الضرب ما كان بالمشروع غير أنا وبنتي الصغيرة وولاد صغار. يعني طلعنا والضرب شغال علينا. 7 قذايف جن على المشروع هنا. ايوه يعني ولادي صاروا بصدمة. واحد من ولادي قام وقت يسمع صوت ضرب قام يراجع من الخوف، وقت شفنا هالشي هذا. بنتي اللي خذيتها على الدكتور. اقول حل زادين شنو استفاده منه؟ شنو هالحل يعني؟ حل نريد الاستقرار، هذا لا اكثر ولا اقل. اي والله هذا هو اللي نريده بس. حتى لو شلون ما كان، ما بكهرب ولا بمي ولا بشي، بس انه برجع على بيتي. ما اريد شي ثاني. بيتي وقاعتنا كلها على خط النار صاير. وقت تنضرب نشوفها حتى يوقف قلبنا وقت نشوفها، نقول ها البيت انهدم. وفعلا البيت انهدم، يعني راح ما ظل لا بيت ولا ظل غيره. والله قسم جاء تجينا من جيش الحر، من نقاط جيش الحر. يعني هي جاء تضرب علينا، بالاحرى على طول تضرب، مو شغلة يوم ويومين بس، ساعات يضربون. يعني اللي مرض منا يروح على دكتور ما يقدر يمشي بالطريق، او بالليل اذا مرض منا حدا ما نقدر نروح على دكتور، ما حد يودينا لانه ما حد يخاطر بحياته. احنا منطقة صرنا مقطوعين، يعني لا على دكتور نقدر نروح ولا على مكان ولا شيء. يعني كل هذا اللي نحكي عنه قليل زادين، هذا نسولفه كله قليل. ايه نستمر بالحياة ونظل على ما اخذ، نربي دجاجنا ونربي قنمنا ونربي كل شيء. ما بشي يعني ما يخلينا ما نسوي هالشيء هذا. لو حتى بيضرب وحتى بيشيني بدنا نظل هيك، لانه احنا ايش قد ما نكون، انا اقول لك احنا نصمد صامدين ونظل نصمد. يعني ما راح يهزونا لا بضرباتهم ولا بغيرهم ولا بنوب. الارض هاي ارضنا والقاعاتنا والبيوت بيوتنا. ايش قد ما يسوون مستحيل نتخلى عنها، مستحيل. عندنا ارانب والله مربينها، جبنا 2 وما شاء الله صارن كثيرات صارن. وعندنا دجاج، عندنا هذا برهومي، عندنا دجاج يقولوا له مطر برجلون الطوال زاد مربينه. عندنا دجاج عادي نستفاد منه من كل الاركان، نستفاد منه بيض، نستفاد منه لحم، نستفاد منه شغلات كثيره. يعني هسه لو بدي كل نوع الحيوانات تكون موجوده عندي. احب تربيته من اولها، مو هسه من قديم نحبه. بس ارجع على بيئتي ساعتها ونعمل شغلات كثير، نعمره من جد وجديد. طبعا اذا الله قدرنا، طبعا بعد ما خربن والله بالاوضاع هاي صعبه هي، بس تزبط معانا انه نرجع لو بوحل لو باي شيء، المهم انه نرجع ونقعد بيه. حتى لو قلت لك من دون كهرباء ولا مي ولا شيء بنوم، المهم ارجع على بيتي. ايه بس ارجع على بيتي شلون بدي احط لهم حوش واسوي وربي النوب اكثر من هيك زادين. بس طيب خير ارجع واربي ايش قد ما اربي بيتي. ويا ريت والله يتحاسب يعني الترك ويتحاسبون الجيش الحر وكله تتحاسب على هالشي هذا، على هالشي اللي سووا بينا. يعني على هالقصف، على هالشهداء الراحت. يعني ليش قليلة هالشهداء جاء تروح؟
يعني ببيوت يعني تهدمت تيتمت، نسوان واطفال وكل شيء صار من وراء الاحتلال التركي. تهدمت بيوت، منو قاعد بيقدر يعمر بيته هسه؟ كنا مرتاحين ومكيفين، بس هسه شو بدنا نساوي؟ والله لازم يتحاسب اكثر حساب هو الجيش الحر والترك الواقفين فوقنا وما يخلونا حتى نتهنى ولا نطلع اي طريق نروح على دكتور او نروح على مكان. اي والله هاي ما انساه، يعني فعلا اتمنى انه يتحاسبون على هالشغله. ايه هاي هم الاحتلال التركي، انه فعلا سقط طفلي على 4 اشهر وكنا نازحين، كان مصاري ما عندنا، يعني كنت بدي ادخل لازم مشفى، ادخل مشفى، ظليت 3 اشهر واني بلقع ما اقدر اقوم من وراء الاحتلال، من وراء القصف، وراح طفلي من وراء هالشغلات هذه. والله اتمنى انه يتحاسب على كل شيء، على كل شيء جرايم سواه، مو بس على هاي.